هناك الكثير من النجوم في سماء الكرة العالمية، ولكن يوجد قمر واحد. في 27 مايو 2009 ملعب الأولمبيكو بروما يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي. كان هذا النهائي يفضل الاشتباك بين المبتكر الجديد بيب غوارديولا والمخضرم العتيق أليكس فيرغسون من جانب، وبين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من الجانب الآخر. برشلونة وقتها التهم أخضر إسبانيا ويابسها وطريقة لعب التيكي تاكا رغم جماليتها كفرجة، إلا أنها كانت سلاحا فتاك دمر الخصوم بلا رحمة. كانت برشلونة وقتها تئن من غياب شبه تام لخط الدفاع ماركيز وأبيدال وداني ألفيش، في حين كان اليونايتد مكتمل الصفوف. 10 دقائق كان فيها اليونايتد حيويا ومهاجما ومستحوذا. فجأة انقلب كل شيء من النقيض إلى النقيض. سامويل إيتو هداف البارسا يحرز الهدف الأول مستغلا تمريرة من الرسام إنيستا. بعدها تحول لاعب اليونايتد إلى مشاهدين ومتفرجين، ولاعب برشلونة يقدمون السحر الكروي الحلال المغلف بتيكي تاكا فاخرة. كان لاعب اليونايتد في حالة استنفار أمام ليونيل ميسي بالذات، كانوا محتاطين من مراوغته ومن توغلاته من اليمين. فيرغسون كان واضحا مع دفاعه، لا خوف على مرمى فاندرسان من الكرات العالية والعرضية، فقط الخوف من اختراقات ميسي يمينا وتيري أونري يسارا. الدقيقة 70 حملت معها معجزة في كرة القدم. كانت مواجهة غير متكافئة بين قزم طوله لا يتعدى 1.70 سنتيمتر و3 أبراج عالية، أقصر برج فيها كان طوله 1.90. هل يمكنك أن تصدق ولو في الأحلام أن قزما قصيرا سيتفوق في كرة هوائية على 3 عمالقة يبدون وكأنهم يتنافسون على قمة جبل إيفرست؟ كرة القدم هذه لها مفارقاتها التي لا يصدقها عقل، لكنها تحدث ولو أخذ هذا الحدث طابعا نادر. كرة من اليمين يرفعها مهندس الوسط تشافي بين قلبي الدفاع البرجين ريو فرديناندو، وسط رقب من عملاق آخر يقف كالطود بين الخشبات ال3 اسمه فاندر سار. كرة تشافي كانت مرتفعة أكثر. ليونيل ميسي من وضعية صعبة يقفز مائلا تحت ناظري العملاقين فرديناند كلاهما تجمد اندهاشا من وثبة هذا القزم. يحول الكرة بلمسة ملتوية من رأسه في زاوية فارغة تماما بعيدا عن متناول العملاق الثالث الحارس فاندر سار. كان هدفا قاتلا كالأعجوبة، هدفا أنهى صراع الكرة الذهبية لمصلحة البرغوث الأرجنتيني على حساب الدون البرتغالي. فيرغسون بعد تسجيل ميسي لهدفه ضرب كفا بكف وهو يتمتم: ما حدث لا يصدق. وكم كان فيرغسون حكيما في وصفه، فأمر أن يقفز قزما أعلى من 3 ناطحات سحاب ثم يركن الكرة برأسه هادئة في زاوية مستحيلة خارق للعادة. لكن هذه الخوارق بعد ذلك ستصبح معتادة لا تثير الدهشة، طالما كان بطلها شاغل الناس ليونيل وشاغل الدنيا ميسي. أصدقائي، هذه كانت قصتنا لهذا اليوم. أتمنى أنها نالت إعجابكم، وأتمنى أيضا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. أراكم في المقطع المقبل، إلى اللقاء.